المباراة والختام 3-2 والهدف المتأخر من ابراهيم بايش. بس خلينا نتكلم بالحق والمستحق وبما يرضي الله. انت كمشجع للعراق انا هسألك سؤال وجاوب عليا بصراحة. ما بين كل المباريات اللي هتلعبها في دور المجموعات واللي مفترض ان انت هتقابل فيها الفرق المختلفة اللي موجودة معاك في المجموعة، انهي مباراة انت كنت عارف بنسبة 95% ان انت هتخسرها؟ هل في مباراة انت كنت متأكد ومتيقن ان انت هتخسرها اكتر من مباراة كوريا الجنوبية في ملعبها في كوريا؟ اكيد دي اكتر مباراة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المشاهدين في كل مكان. منتخب كوريا الجنوبية بيفوز على منتخب العراق بصوت الرافضين في 10 دقايق فقط. ايه اللي حصل في المباراة؟ كل الملخص اللي بيتكلم فيه دلوقتي الاعلام السعودي في الاستوديوهات التحليلية بيتكلم ان اللي لازم يشيل الليلة والخطأ الجسيم اللي عمله المدير الفني للمنتخب العراقي كاساس هو السبب الرئيسي في خسارة منتخب العراق. هنتكلم بالتفاصيل اللي حصل في المباراة، وهنتكلم ايضا بالتفاصيل في اللي حصل في الاستوديوهات التحليليه. بس فضل وليس امرا، طالما وصلك الفيديو انزل ادعمنا بلايك متين للفيديو واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اشعاراتنا. صلى على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وتعالى هنتكلم كلمتين بالراحه. في بداية المباراة مش هنتكلم كتير قوي على التشكيل الأساسي، ولكن يا عزيزي أي نعم هو علامة استفهام، ولكن خليك فاكر كويس جدا إن أنت بتلاعب منتخب يمتلك السرعات والمهارة في التوغل ما بين الدفاعات. بالتالي كاساس كان عايز يلعب بخطة 4-1-4-1 علشان في النهاية يأمن تأمين دفاع ويلعب على الهجمة المرتدة، ونجح بنسبة 80% إلى حين الهدف الأول للمنتخب كوريا الجنوبية. احنا مش عايزين نختلف على كده. منتخب كوريا الجنوبية بيلعب على ارضه امام جماهيره، منتخب قوي جدا جدا منظم. واحنا كالمس منتخب العراق النهارده ما كنتش تحس ان في فوارق في التصنيف العالمي. منتخب العراق النهارده قاب قوسين او ادنى بدعوات الناس كلها بمجهود اللاعبين والمدير الفني ايضا. مش عايزك تتحمل على مدير فني منتخب العراق او حتى بعض اللاعبين. النهارده ابراهيم بايش بيحرز الهدف الثاني للمنتخب العراقي في نهايه الشوط الثاني، وطبعا هدف ايمن حسين ولا اروع من كده، هدف عالمي يدرس الى الان الصراحه ده من وجهه نظري. فبالتالي انت خسرت 3 مقابل 2، ولكن بمجهود قوي جدا. انت كنت متواجد في كوريا الجنوبيه والكل كان خايف منك. المدير الفني لمنتخب كوريا قبل المباراه كان طبعا عامل تصريحات قويه جدا، وكان الرعب مليان في جميع تصريحاته. الناس كانت عارفه يعني ايه قيمه وقامه للمنتخب العراقي. احنا خسرنا نتيجة، خسرنا 3 نقاط، ولكن كسبنا حب واحترام العرب كلهم. الاستوديو التحليلي السعودي كان مبهور جدا 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 بالمنتخب العراقي اللي خسر النهاردة من امام كوريا الجنوبية، وعمالين يقولوا بص لهؤلاء وبص لهؤلاء الاخرين اللي خسروا 2-0 ايضا من كوريا الجنوبية. فين؟ على ارضهم وسط جمهورهم. فبالتالي انت منتخب قوي، انت لازم تبقى عارف من يقين جواك كده اهوت ان انت منتخب قوي. انت منتخب ما ينفعش حد يستهين بيك. احنا خسرنا 3 نقاط ولكن كسبنا احترام وحب جميع الجماهير العربيه، جميع الجماهير العربيه بما فيهم الجماهير الاردنيه اللي كانت مستغرب ان هم بيشجعوا منتخب العراق، بالرغم ان يعتبر المنتخب الاردني هيكون ضيف تقيل جدا على المنتخب العراقي يوم 15 سبتمبر القادم برضو من نفس التصفيات. ان شاء الله باذن الله انا على يقين ونحن هنقدر نفوز على المنتخب الاردني. النهارده كاساس بيخرج ايمن حسين في الشوط الثاني وبينزل ميمي، والصراحه الولد نزل عمل مجهود كويس جدا وكان يعتبر سبب رئيسي في الهدف الثاني. ابراهيم بايش النهارده ولد ولا اروع من كده، دفاعيا وهجوميا صنع العاب ما شاء الله، كان متواجد. ايمن حسين من الدفاع للهجوم، من الهجوم للدفاع، الراجل قطع نفسه في ارضيه الملعب. احنا ما ينفعش ان احنا نتحمل على اللاعبين ولا على كاساس. هتقول لي اصل في لاعبين كانوا افضل من الناس اللي موجوده في التشكيل، هقول لك ممكن ان انت بتلعب خطه معينه كاساس حطها اللي هي 4-1-4-1 غير المعتاد عليها اللي هي 4-4-2 بالنسبه للمنتخب العراقي عشان يوقف خطوره خط الوسط لمنتخب كوريا الجنوبيه. فبالتالي في حاجات فنيه المدير الفني بيبقى شايفها، الجمهور ربما ما يكونش مستوعبها، لكن هو يمكن قاب قوسين نقول عليه نجح لولا يعني برضه المجهود البدني اللي مبذل في الشوط الاول قوي جدا من المنتخب العراقي. كان هم يعتبر هجمتين منظمه لمنتخب كوريا الجنوبيه في نهايه الشوط الثاني احرزوا منها الهدف الثاني والهدف الثالث. للاسف كان نفسي والله ان احنا نفوز، والله كان نفسي منتخب العراق يفوز،
ويكون متصدر المجموعه، لكن يعني خلاص قدر الله ما شاء فعل. احنا كلنا مؤمنين بالله وعارفين كويس جدا جدا ان كل المباريات مكسب وخساره. هنتكلم على كاساس طبعا وتصريحاته بعد نهايه المباراه في المؤتمر الصحفي. الراجل يعني اعتذر للجماهير العراقيه وبيقول لك هنصحح اخطائنا وكل الكلام الحلو اللذيذ اللي هو قاله ده. ما كانش عنده اي جدال خالص على الحكم، ما كانش عنده اي مشاكل في المباراه ولا حتى في الاستقبال ولا غيره. في النهايه احنا عارفين ومتاكدين ان منتخب كوريا منتخب قوي وقوي جدا، ويمتلك عناصر ومواهب ولاعبين بيلعبوا في جميع الانديه الاوروبيه. احنا كلنا متفقين على كده، باختلاف الفوارق الفنيه ما بين المنتخبين. الا وان منتخب العراق يعني تحس اللي هو كان اسد بيظهر امام منتخب كوريا الجنوبيه خارج الديار، ويعني كان بيشكل خطوره كبيره جدا جدا على حارس المرمى كوريا الجنوبيه. احنا كلنا النهارده انا مش مصدق ان ده منتخب العراق الطبيعي من غير اي فنيات ولا ارقام ولا احصائيات، والمنتخب كوريا يكسب العراق 2-0 بيلعب على ارض وسط جمهوره، عنده اسلحته وعنده القوه وعنده اللاعبين وعنده كل شيء، متوفر له كل شيء. النهارده بنشوف منتخب العراق يعني بيلعب بنديه قويه. ايه يا جدعان، انت بتتفرج على برازيل، انت بتتفرج على منتخب الارجنتين بالفعل. ما تقوليش ده احنا والله اصل اللاعب زي زولاكا كان عنده خطا. زولاكا الراجل جاي من نقاف ومعلش يعني كتر خيره، يعني وقف خطوره بعض المهاجمين لمنتخب كوريا الجنوبيه كتير جدا. كان نفسنا والله نطلع رابع كلين شيت، كان نفسنا، بس يقدر. اليابان على فكره اتعادلت مع استراليا بالمناسبه. اليابان برضو عندها كلين شيت وعندها رصيد 10 نقاط دلوقتي بعد التعادل الاخير. اتعادلت على ارضها وسط جمهورها من مين؟ من استراليا. واستراليا اللي كانت بدات التهديف كمان اعتقد في الدقيقه 66 من الشوط الثاني، هدف عكسي. واليابان راحت راجعه بهدف عكسي ايضا، خطا دفاعي برضه في الدقيقه 81. فبالتالي المباريات النهارده يا جماعه المباريات بقت قويه جدا. الا مش فكره بقى منتخب مصنف ولا مش منتخب مصنف. النهارده انت بتلعب كوره 90 دقيقه، بتطلع كل خبرتك، بتطلع كل مجهودك سواء مدير فني او اللاعبين. انا برضو بشدد على كل الناس اللي بتشاهد الفيديو بتاعي دلوقتي، مش عايزين نتحمل على اللاعبين في منتخب العراق ولا على كاساس. خد بالك انا بكلمك على حاجات معينه فنيه. كاساس لعب ب 4-1 عشان يقفل خط الوسط ويلعب على الهجمه المرتده، ونجح فيها في الشوط الاول، ولولا يعني الهدف يعني هنقول ايه عن طريق الفركشه كده في خط الدفاع. برضو يعني قمة التركيز في اللاعبين لما تبقى بأمن تأمين دفاعي تماما 10/10 وبتلعب على هجمة مرتدة وبتهاجم. انت ما كنتش واقف وبتلعب لي 5 ولا 6 في الدفاع، لا انت كنت بتهاجم. وايمن حسين راح كذا مرة قبل الهدف اللي هو جابه في الشوط الثاني للمرمى، وكان في كرة عملها بالهيد ويعني جت جنب القايم بحاجات بسيطه. احنا كنا بنشكل خطوره كبيره يا جدعان من الشوط الاول، بالرغم ان الاستحواذ كان تقريبا 70% لكوريا الجنوبيه، بس احنا كنا بنقدم مباراه قويه والله العظيم. 3 كاساس النهارده انا بديله التحيه. انت بتقول لي انت بتديله التحيه احنا خسرنا 3-2. انت خسرت 3-2 بسبب المجهود البدني الكبير اللي ظهر عليك. انت قدمت مباراه قويه. انت يا جماعه انتوا بتقابلوا ماكينات كوريا الجنوبيه، مكوك على الارض. بص يعني راكبين عربيات، العيال ما شاء الله ما بتتعبش، رايحين جايين رايحين. ده تعبون. انا ده المذيع كان هو بيعلق على المباراه تعب وكل شويه عمال يتلخبط في اسامي دوت واسامي دوت ويرجع تاني هنا ويروح هنا. الراجل تعب يا راجل منهم، فما بالك بقى اللعيبه اللي بتلعبهم اصلا في ارضيه الملعب. انا عايز اتكلم كلمتين الخلاصه بتوع الفيلم ده كله. هارد لك للمنتخب العراقي. المدير الفني كاساس يمكن ما اخطاش الخطا الجسيم اللي هو علق عليه الشماعه ان احنا خسرنا النهارده المباراه 3-2 من امام كوريا، ولكن هي عده ظروف من ضمنها ان احنا قدمنا شوط اول كويس جدا جدا وقدمنا فيه مجهود بدني كبير قوي 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 بالنسبه لخط الدفاع وخط النص، ومش هنتكلم على اسماء. وما تقوليش ده في لاعبين قاعدين في الاحتياطي افضل من الناس اللي جوه. كل الكلام دوت مش مهم. انا بيهمني ال11 اسد اللي بينزلوا في ارضيه الملعب بيكونوا على جاهزيه عاليه. انا ما شفتش خطا اللي هو الجسيم قوي ان اقول لك بسببه احنا داخل علينا جول. لا، هي كان بعض الاخطاء بعد تمركز اللاعبين في خط الدفاع هي اللي ادت في النهايه الهزيمه ب3 اهداف. خلينا متفقين وخلينا واضحين، ولولا ال3 اهداف احنا ما كناش جبنا الهدفين. عشان تبقى عارفين منتخب العراق كان بيلعب المباراه ديت تامين دفاعي بحت ونلعب على الهجمه مرتده. جت
ما جاتش مش مشكله، المهم ما يخشش فينا جوان. يعني احنا بنلعب رقم واحد على التعادل ثم نحاول نجيب هدف. انما اتفاجئنا والخطه اتغيرت تماما بالنسبه لكاساس لما لقيناهم جابوا هدف فينا في الشوط الاول، فقال لك لا ما ينفعش، لازم نعدل الخطه. بناء عليه لقيت لاعبين من الاحتياطي نزلوا في الشوط الثاني. بناء عليه ايمن حسين مجهوده البدني خلاص استنزف بعد الهدف اللي جابه، ولا اروع من كده، هدف عالمي ما شاء الله، باك وورد مميز جدا جدا ما شاء الله. انا متعود من ايمن حسين بيجيب اهداف بالهيد، اول مره اشوفه بيجيب باك وورد. انا مش عارف شفتها انت قبل كده ولا لا، انزل اكتب لي في الكومنتات. لكن في النهايه ايمن حسين لما بدا يخرج نزل مكانه ميمي، لاعب محترم جدا، لاعب كويس قوي قوي، سريع، عنده جراءه، يتوغل ما بين المدافعين، وده اللي حصل في كذا فرصه. وجات له كمان كوره في نهايه الشوط الثاني وبعد ما احرزنا هدف واحد، يا دوبك هي جات له بس صدفه، خبطت في قصبه رجله، للاسف ما عرفش يستلمها، مدافع كوريا الجنوبيه طلعها ضربه ركنيه. في النهاية احنا خسرنا المباراة 3-0، لكن كسبنا حب واحترام الجمهور العراقي والجمهور العربي والجمهور السعودي. ما زال منتخب العراق في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويتصدر طبعا المجموعة في الوقت الحالي كوريا الجنوبية برصيد 10 نقاط في المركز الاول. ان شاء الله موعدنا مع منتخب العراق امام اردن في البصره باذن الله، ونكون فوز كبير جدا ونلحق بالمنتخب كوريا الجنوبيه. احبائي الكرام، شكرا لكل المحترمين اللي حطوا اللايك والاشتراك في القناه، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.